في الحمام السجينة فيها امرأة غامضة، حتى وهي بتغتسل لابسة عقد، أسلوبها راقي لكنها قليلة الكلام، عشان كده السجينات خايفين منها. شعرها بينزل منه سائل لونه حبرة، ده صبغة شعر بتخفي هويتها لحد ما الحبر غطى ظهرها الأبيض. الكل بقى يقزو ليها، شوفوا ببطء بتلف وشها وشعرها الأخضر الغريب، لونها الأخضر الغريب، عيونها عميقة تخلي الجلد يقشعر. قدام نظرات الناس الغريبة هي خلاص ما بتهمهاش، لأنها بولاريس بنت ماغنيتو. ليه في السجن هقول لكم بعدين. يا شباب خلونا نشوف كدراتها وخططها الأول. بولاريس ورثت قوة خارقة من أبوها، تقدر تحكم بالمجال المغناطيسي حواليها، أي معدن في إيديها بيتحول لسلاح مميت. لو حد غلط معاها خلاص جاب نفسها على نفسه، زي الراجل اللي ما يعرفش يعيش ولا يموت ده، رغم إنها عارف إنها ميوتنتي، أصر إنه يشوف شغلها. بولاريس ما عندهاش سبب ترفض. فجأة وصاب أخضر في إيديها، العربية الرياضية بالرشباك طارت لفوق. الراجل فتح عينيه ودماغه كادت تتفجر، بس كان فرحان بسرعة، بس فرحته ما دامتش. بولاريس فجأة استخدمت قوتها ورمت العربية على الأرض واضطرت تسيبها تمشي. عربيتي يابت مجنونة. بولاريس ضحكت بسخرية كأنها بتقول ده جزاء اللي يتدخل معايا، بس رغم إنها موهوبة هي لسه من الطبقة الدنيا، كل يوم عايشة تهرب من الكل، لأن في العالم ده كونك ميوتنت يعني أنت كأنك مجرم. وسط حصار الشرطة الكثيف بولاريس مش ناوية تستسلم، شديد إيديها بقوة وفجأة دمرت كل عربيات الشرطة. كانوا متوقعين يهربوا لكن الشرطة زادت الطين بلت، ضربت نار مجنون. مضطرة بولاريس شغلت كوتها تاني، فصلت مسدسات 2 شرطة. ما انت قدرت تحكم في الرصاص بس مش عايزة تقتل، فاضطرت تحاصرهم بعربية الشرطة. بس ده مش حل طويل. لحسن الحظ حبيبها ماركوس ظهر، ايديه طلعت ضوء ابيض قوي خلى الشرطة ما تقدرش تفتح عينيها. الكل هرب من المصنع بس واحد فلت وفاجأهم بإطلاق نار من وراه. ماركوس اتصاب وطاح على الأرض. بولاريس شافت ده مشاعرها انفجرت فورا. احنا حاولنا نتحكم في نفسنا، مش عايزين نزود المشاكل. بس هما كل ما تفكر بتغضب أكثر تستخدم قوتها على طول تفريغ غضبها. ماركوس قال لها تهدي، بس هي غضبانة نار ما بتسمعش. رمت الشرطة في الزبالة بكل قوتها وما كانتش متوقعة إنها تصب بصعقة كهرباء، فقدت قواها وتحبست. والأسوء إن الشرطة بدأت بإطلاق النار، لكن هي متهمة بمحاولة قتل، ومع المعاملة الكاسية لينا كميتوت كأنها حكم بالإعدام. يا شباب بدأت القصة مع اتهامها بقتل عمد كأنهم حكموا عليها بالإعدام، لكن بولاريس كانت هادئة جدا حتى مع المحامي اللي يحاول يضغط عليها. والله خرافي، رفضت كل شيء وضحكت على تهديداته لأن الموت بالنسبة لها صار حرية. بعدين قالت له يبعد عنها، ومفاجأة ماركوس يدخل الزنزانة. يا شباب الوضع صار متوتر جدا. بولاريس تضحك، مش قلت لك إني حاولت أقتل وما قدرت؟ هسي راح أبين لك يعني إيش قتل عمد. حست إنه في مسامير حديد في ركبة مار وبدأت تتحكم فيها. مار صرخ من الألم، صدقني لو كنت أبي أقتل الشرطة ما كانوا هيعيشوا. بس مار ما كان خايف. طلع تقرير. وجه بولاريس صار غامق، ما توقعت أبدا. مار وصل للحقارة إنه يستخدم ابنه ليضغط عليها. بولاريس وقعت في موقف صعب وانكسرت تماما. كيف تجرؤ على كذا؟ تصرفاتها بدون حساب راح تخليها تتحمل عقاب أكبر. الحراس نقلوها للسجن جير المشهور. أول ما دخلت وحدها سوداء قذفت عليها ريق في وجهها وكانت متعجرفة. بولاريس حاولت ترد على المتنمر لكن الحارس وقفها. لما كانت تعدي باب زنزانة ثانية شافت امرأة سمراء وشاحبة الوجه لبسة طوق على رقبتها. بولاريس فهمت إنها برضه عندها قدرات خارقة. رغم شكوكها ما قدرت تسأل. رجعت زنزانتها وبدأت تراقب المكان، كل شيء حديد حتى التواليت. كادت تضحك، المكان أشبه بمخزن أسلحة. فعلا أطلقت قوتها الخارقة وحضرت للهروب، لكن فجأة بولاريس انصدمت بقوة. هل ممكن قوتها الخارقة ما تشتغل؟ حاولت تقوم وتساءل بس ما سمعت إلا ضحك ساخر من السجناء. الوحيدة اللي حست بها قالت لها الحقيقة، الطوق مصمم لكم قدرات الخارقين، وكل الخارقين اللي يدخلون هنا ما يخرجوا أحياء. لو كانت زمان بولاريس كانت هتضحك وتعدي الموضوع، بس دلوقتي عشان الطفل في بطنها لازم تفكر كيف تعيش. وقت الأكل حاولت تتعرف على وي عشان تسأل عن سر الطوق، بس وي كانت تتجن بالنظر شكلها خايفة. بعدين قامت وراحت وحذرت بولاريس تبعد عنها. لما شافت نظرة القاتل في عيون المتنمر بولاريس فهمت كل شيء على طول. واضح إنها خافت من التنمر فلازم تدور على طريقة ثانية. لما خرجت للساحة راقبت السجن بعناية. الجدران عالية 10 متر والحراس حوالين بدون قدرات خارقة مستحيل تهرب. لما كانت بتدور على فرصها رجعها المتنمر وأمرها تنظف له الحذاء. بولاريس اللي دايما متكبرة ما تقدر تسمح لها بهذا الشيء. المتنمر يا إلهي. لما سمعت الرفض قامت فجأة وقالت، صدقني أنصحك تكون مؤدب وتسمع الكلام.
برا عندك قوة خارقة، لكن هنا في السجن أنا عندي السلطة. لكن بولاريس ما استسلمت وضحكت على شكلها وقالت: وجهك يشبه سطح القمر، هذا إبداع من المخلوقات الغريبة، وهذا خلى المتنمرة تغلي من الغضب. وبولاريس كل همها هي الهروب من السجن، ما احتمت لها ولفتت ظهرها ورحت. لكن ما كانت متوقعة إن أتباع المتنمرة من وراها ضربوها فجأة، ضربات متتالية على وجه بولاريس. لما شافوها تنزف من أنفها وفمها، المتنمر صار أكثر وحشية. سمعت إنك حامل، راح أشوف قوة ولد الخارق. بولاريس ما صبرت بعد، تجاهلت الطوق الكهربائي وفعلت قوتها الخارقة وضغطت المتنمر على السياج. رغم من إنها حلت المشكلة مؤقتا، بولاريس وصلت لحدودها وبدأ يعاملوها معاملة تأسؤة. اللي يزعل أكثر إنهم هم بدأوا الضربة، بس الحراس ما فرقوا بين الصح والغلط وحبسوا بولاريس في زنزانة مظلمة. هل لأنها خارقة لازم تتحمل هالظلم كل يوم وتوك يقمعها وبيئة باردة ورطبة؟ الألم والمهانة مع بعض تضغط عليها، هي بس تقدر تعتمد على ذكرياتها القليلة عشان تعديها الفترة الصعبة. ومع هيك منظمة سينتين ما تركتها، طالبت منها تعطي معلومات عن أبو الطفل عشان يجمعوا عائلتها في السجن، وإلا راح تفقد الجنين. لما فكرت في حياة الطفل اللي بعدها ما تولد وكيف صار ورقة مساومة، بولاريس زاد غضبها. كانت تحاول تهدي نفسها وتسيطر على خوفها من الطوق، وفعلت قوتها الخارقة عشان تهرب. فجأة الطوق بدأ يصرخ كأنه بيحذرها، بس بولاريس ما استسلمت. تحملت الألم وتحدت القدر مرة ثانية. تعالوا هنا يا جماعة. مع صوت فتح الباب الحديدي طاقتها وصلت لحدها، رجليها ترتعش واستخدمت آخر قوة عندها عشان تخرج. بس ما مشيت إلا خطوات قليلة وغابت عن الوعي من التعب. في حلمها رجعت ليوم خطوبتها مع حبيبها. بولاريس ترقص بخفة وحبيبها يكسر كنينة على الأرض، والشظايا تعمل ذلال جميلة. في لحظة أطراف أصابعهم تلمست وظهر قوس قزح مدهش قدامهم نتيجة تفاعل الضوء والمغناطيسية. تبادلوا قبلة وعنقوا تحت قوس القزح، بس كان حلم. بس خطى هروبها انهارت مع ظهور الحارس. للأسف منع بولاريس من الهروب مرة ثانية. السجن قرر ينقلها لسجن خاص. عندها خبرة من المرة الأول، المرة دي حتى سيارة السجن كانت مصمومة بشكل خاص، بابها زجاج مقوى والأصفاد بدون معدن، ما فيه أي أداة معدنية في السيارة. تعبوا كثير عليها، بس الغريب إن المدري مار اللي كان يستغل ابنها للضغط عليها صار سجين برضه. مار اعتذر عن اللي صار وعرض التعاون لله هروب. بولاريس في البداية رفضت، بس عشان طفلها قررت تنسى الخلاف مؤقتا. مار قال إنهم رتبوا حد ينقذهم وكل اللي عليهم ينتظروا الفرصة. وما طول الوقت الفرصة جات. السيارة اهتزت فجأة كأنها ضربة شيء. الحميل الأول أمر يقفل المكان. فجأة كل الشرطة خرجت. الخارقين ما توقعوا قوة العدو وأرسلوا أحدهم يتخفي طلب دعم. بس قبل ما يوصلوا لعربات السجن المعطلة حاولوا يهربوا وانضربوا برصاصتين من الحراس. ماركوس شاف الوضع خطير وصار قلق بشكل جنوني، مش بس قدرات. يا شباب مش معقول، الراجل ما قدر يطلق، لأن كل المتحولين عندهم نفس المشكلة. شوفوا حوالين، اكتشفوا إن السبب تدخل من نفس النوع. الراجل ده اسمه بونر، زميلهم الميت، عنده قدرة يتحكم في كل المتحولين. ماركوس مضطر يستخدم مستس عشان يشغل العدو وبعدين يتخفي، يخاطر بحياته عشان يفتح فرصة لبولاريس. وفي نفس الوقت الحراس استلموا أمر بنقل السجناء. بولاريس تعرف إن الفرصة جات، استنوا لما يفضوا القيود وبعدها يهاجموا الحراس في نفس الوقت. بس المشكلة إنهم اتنين عادين ولسها عيونهم متضررة من الضوء، كيف ممكن ينافسوا الحراس؟ بسرعة وقعوا على الأرض وتحبسوا تاني. والأسوأ ذخيرة ماركوس خلصت. حاول بكل قوته لكن قوته الخارقة ما اشتغلتش. وفي اللحظة اللي كان فيها ياس ثاندر بسرعته نزل مسدس واحد من حراس السجن، وعشان 10 ضربات فقط أسقط الحارس. بعدها فجأة صح وقضى على سحر بوونر. بولاريس حس بقوته الخارقة ترجع، بس تعذب لأنه ما عنده معدن يستخدمه. في اللحظة دي ماركوس شكله خطرت له فكرة. رجلي فيها مسمار حديد، بالله شيلوه. شوفوا نظرة العزم في عيونه. بولاريس ما استسلمتش، على طول أطلقت قوتها الخارقة، سحبت المسمار من رجله وبعدين تحكمت فيها عشان تفك القيود من يد ماركوس. الحراس لما شافوا ده خافوا، نادوا على تعزيزات، بس فات الأوان. بولاريس هزت إيدها، سمعنا صوت خفيف، باب العربية وقع على الأرض وبولاريس طلعت بكل ثقة. العملاء فتحوا نيران مجنونة، بس لا تنسوا الرصاص معدن. بولاريس بيده حدت فضحت الرصاص وفجأة الرصاص خانهم. بعدين شدت بقوى بإيديها الاتنين. كل الناس اتجردوا من سلاحهم. جي أمر بالانسحاب. باريس تأثرت وعانقت حبيبها، بس دلوقتي مش وقت الذكريات. مش معقول. تندر بإحساسي إنه الطائرة بدون طيار قريبة. عشان يساعدهم في الهروب إكليبس قرر يعرض نفسه للخطر مرة ثانية، لكن بولاريس مصممة ما تتركه. إذا رحت أنا معك. إكليبس وافق وطلب من الفريق الاجتماع في المقر، لكن المشكلة جات أسرع مما توقعوا. بولاريس حاولت تستخدم قوتها عشان تسقط الطائرة، لكن اكتشفت إنها
بولاريس جربت تستخدم قوتها عشان تسقط الطيارة بدون طيار، لكن اكتشفت إنها خارج نطاق تحكمها تماما. قوة حبيبها تقدر تضرب بها، لكنها ما تقدر تحدد مكانها بالضبط. فجأة جات في بالها فكرة، قطعت المرايا الجانبية من العربية ورمتها برة الشباك. أخيرا شفنا إكليبس يطلق قوته الخارقة، استغل انكسار الضوء وسقط الطيارة بسهولة. بس ما فرحوش كتير، لقوا الطريق قدامهم مقفولة. إكليبس حاول يغير الاتجاه، لكن بولاريس سيطرت على المقود وخليت العربية تستمر تمشي لحد ما وقفت قدام الحراس. أظن إنهم هيتوقفوا، بس الأمور مش سهلة كده. بولاريس نزلت من العربية وكأنها مش فارقة معها الرصاص اللي بيجري عليها، ضربت بإيدها طردت واحد من الحراس. بعدين رفعت إيدها والمسدس اللي مع الراجل ده بقى في إيدها. يا إلهي بجد رهيب. يا شباب لازم نتحرك. طبعا لازم نتحرك، بس لازم ناخذ هالشخص معنا كمان. بعدين بولاريس ودت جاء إلى مصنع مهجور وربط رقبتها بقطع حديد من عمود الإنارة. هو كان يحب يلبس أطواق للناس، صح؟ الحين جرب هو طعمها. لو ما كان بولاريس ماسكه كان اليوم هذا يوم نهايته. بولاريس ضغطت على جا تسأل كيف حول بير كلاب سيد للباند بتاعهم. لما ما رد استدعت دريمر لتفتيش ذاكرته، بس قدام عميل مدرب كويس دريمر قدر يطلع شظايا ذكريات متفرقة. بس فوق هذا منظومة سنتين اللي حاصرت المكان بكثافة عشان تعطي وقت لدريمر. بولاريس شغلت قوتها الخارقة مرة ثانية ورفعت يدها، وعشرات القضبان الحديد طارت معلقه في الجو. كانت زي قائد أو ركسترا. القضبان نفذت أمرها وطارت من الشباك وطعنت سيارات الشرطة. الجنود اللي شافوا المشهد هذا مسكوا رؤوسهم وهربوا. واضح بولاريس ناوية تضربهم ضربة أولى، بس قائد الحراس ما كان قائد. رغم إنه ما قدر يهاجم بقوة، لكنه خطط وخلى الفريق يلبس كمامة غاز ويرشوا الغاز المسيل للدموع وجوهها. الدخان غطى الغرفة والناس حسوا الوضع خطير وانسحبوا، بس محاولتهم ما راحت عبث. دريمر رسم بناء من شظايا ذاكرة جا، ويبدو كثير من الرفاق مسجونين هناك. عشان يعرفوا أكثر بولاريس تنكرت كفتاتها ضايعة وجذبت حراس المكان. 2 من الحراس ظنوا إنهم محظوظين جدا وفرحوا، لكن كانوا وقعوا في فخ. بولاريس شغلت قوتها واستخدمت حزام رشاش الحارس وعلقت الحارس في الهواء. الحارس الثاني ضغط الزناد، بس الرصاصة طاع بولاريس. بعدها هي سيطرت على الحارس الطائر لاستجوابه، بس الحارس ما يحب يشرب، فاضطرت تخليه يشرب كحول بالقوة. نشوف هل راح يساعده يتذكر. خففت الحبل شوي لأنه لازم يتنفس. رغم إنها حصلت على الإجابات اللي تبيها، بولاريس ما كانت مبسوطة. الفريق الكليل هذه عشان ينقذ الرفاق حلموا في وضح النهار، بس الطرق دايما أكثر من الصعوبات. قررت تختاركم شاب عندهم قدرات خارقة وتدربهم، بس طريقة اختيارها كانت غريبة جدا. واضح بولاريس ما كانت راضية عن سرعة رد فعلهم، واخترت بس 3 منهم. الأول اسمه فيجن، اسمه يدل عليه يقدر يسوي أوهام يخدع فيها العدو، مساعد ممتاز. 2 الثانيين أخ وأخت. الأخت لورين تقدر تكثف جزيئات الهواء وتخليها صلبة كهائط وتتطور. الأخ آندي عكسها يقدر يفسخ تكثيف الجزيئات، بس قوته ما تقلبت لأنه توه صحة. آندي هو الأقوى بينهم وبولاريس محتمت فيه. على اليمين بسرعة الشباب استلموا المهمة الأولى. آندي مع ماركوس مسؤولين يسرقون الوثائق. لورين وفيجن مع بولاريس مسؤولين الدعم والانسحاب، بس قبل ما يوصل الفريق الهجومي قابلوا شرطة المرور يفحصون السيارة. اللحظة هذه نكشف أمرهم كأنهم غبيان. وقتها ماركوس الخبير فكر بحل، شغلوا كوته تمتص ضوء سقف السيارة. الكابينة صارت مظلمة، حتى كشافات شرطة المرور تعطلوا. شرطة المرور كانوا على وشك يطلعوا ويفحصوا، لكن وصلتهم مهمة طوارئ. اللي نجاه وصلوا للموقع، والآن لازم نشوف أداء آندي. شافوه يمد يديها على الحائط، فجأة بدأ يتشقق وبقوة جذب ثقب كبير في الجدار. الكل انقسم يتحرك. مع ماركوس كدليل عرفوا الطريق للمخازن. ماركوس استخدم قوته ليقطع غلاف السيرفر وأخذ الهارد ديسك. ماركوس كمان لقى ملفات عن المتحولين، لكنهم نكشفوا للحراس. ما تأخروا، أحرقوا الغرفة وانسحبوا بسرعة. بس الشرطة حطت عراكيل في الطريق مجهزين لهم كمين. الدور على فريق الدعم. بولاريس خبرت إكليبس مهما صار ما يوقفوا السيارة. إكليبس كان مشكك، بس اختار يثق بدون شروط. السائق استلم الأمر، تجاهل العراقيل وداس البنزين بكل قوتها. الشرطة لما شافوا الكلام هذا أمروا بإطلاق النار، وبدأ كل الشرطيين يطلقون النار. بولاريس استغلت الفرصة وحاربت كل الرصاص اللي نزل كالمطر. لورين كانت وراها صوت حائط هوائي تحت الشحنة ارتفعت وكسرت الحصار. بولاريس كانت على وشك النفاذ، بس ما استسلمت، صدت كل رصاصة جاية للشاحنة عشان الفريق الهجومي يوصل بأمان. رغم إنهم نجوا، لكن ما وقت يطمنوا. فيجن شغل قوته وسوى وهم خلى الشاحنة تظهر كأنها التقسيمات 2. الشرطة انقسموا يطاردون في اتجاهين. لو تابعوا الشاحنة الخطأ وين الشاحنة، الشاحنة الحقيقية كانت دايما تمشي قدام. الصراحة الرجل ذكي جدا، حتى بولاريس شافت له نظرة مختلفة.
لكن القدر لعب لعبده. لما راحوا ينقضون الرفاق اكتشفوا جاسوس وسطهم. لما نكشف البنت ذات الشعر القصير هاجمت فجأة ورمت ثاندر بي بعيد أمتار. صرعتها رهيبة في طرف عين قضت على نص فريق الإنقاذ، حتى ثاندر بي السريع وما قدر يوقفها. شعاع الليزر من إكليبس سريعة، بس رفع اليد بطيئة، فاضطر يستخدم شعاعين يحبسها وبعدين ينقلها بسرعة عبر البعد. رفع ثاندر بي البنت ضربته بالكمة وفصلته. بتعاون الجماعة أخيرا قدروا يسيطرون على البنت. القصة هذه ترى جرس إنذار للجميع، خائن واحد صعب تتعامل معه لو ما حلوا السبب قريبا. كلهم راحوا على كفاهم. المشكلة إن البنت سريعة جدا، ضباب دريمر ما يلحقها حتى لو جذبها، بسرعة بتفلت. بولاريس بتتحكم بخنجر وتضغطها على الحائط، بس واضح إنها مش مستقرة نفسيا، ما تفهم كلام بولاريس. لحسن الحظ إكليبس لاحظ إنها مدمنة مخدرات، يمكن يقدر يستخدم رد فعلها ضدي. يا شباب، أندي بدأ يضغط عليها بالقوة عشان ترضخ. لورين استعملت حائط الطاقة عشان تمنع حركاتها. الدكتور استغل الفرصة وحقنها بمهدئي. ماركوس ثبت البنت ذات الشعر القصير اللي كانت فاقدة الوري على السرير الحديدي. بولاريس شغلت قواها وضغطت على القضبان الحديدية، وفي الوقت نفسه الفريق عرف معلومات عنها. طلعت بنت مسكينة ودتها مريضة وراحت المستشفى، بس ما قبلوها عشان هي خارقة. فهي راحت لمدير المستشفى تحاول تقنعه، بس منظومة سينتين اللي خطفوها وحولوها لحالة مثل هذه ما عندها بيد ترجع له ولا صوت مسموع. بولاريس حست إنها تبغى تقول شيء، فاستدعت إيسمي تحاول تفهم أفكارها. إيسمي شافت مختبر مليان خارقين تحت التعديل، بس فجأة توقفت لأن البنت ذات الشعر القصير ماتت من الإدمان. يا إلهي، هذا الشيء صدم بولاريس كثير، خصوصا إنها قربت تصير تتخيلوا وين راح يروح طفلها. والله خرافي، صدقوني ما حد يبي ينام جنبها. كل مرة يتحرك الجنين تأثر على المجان المغناطيسي حواليها ويخلي الأشياء المعدنية تتهاوش. بالنهار تقدر تحكم شوي، بس بالليل بس تصلي ربنا. ويا للأسف الخوف يجيب اللي يخوف. بولاريس بدأت تشوف كوابيس، كل ما تمشي قدام تسير تخاف أكثر. كل غرفة حجز فيها زملائها والكل شكله فاقد وعي. الكل خلاها تمشي أسرع. في الغرفة الجاية شافت حبيبها مستلقي جنبه. ماركوس إيش القصحة، بس إكليبس كان فاقد الوعي وفي صوت بكاء طفل صغير. بولاريس اقتربت وشافت طفلها اللي ما أنود بعد، كانت بين الحلم والواقع تفقد السيطرة. قالت له هي لونه بس حلم، الطفل في المختبر مش في بطنك. مع تهدئة حبيبها بولاريس رجعت تهدى شوي، لكن اللي ما يعرفوه إن المشكلة مش حلم بل حقيقة اللي على وشك تصير. الدكتور كان بيقدم خطأ خطيرة، إذا وافقوا عليها الخارقين راح يصيروا تجارب رسمية عشان يخربوا المؤتمر. الجماعة نصبوا كمين في الطريق اللي لازم يمروا منه، ينتظروا الشخص المناسب. بعد شوي سيارة فخمة جات من بعيد والفريق فجأة وقفوا قدامها. بولاريس استخدمت خنجرها ونفجرت كفر السيارة. أبو الثراء قفل الأبواب بسرعة، بس بعد شوي راح يكتشف إن كل شيء ما له فايده. ثاندر بيدي شد الباب بالقوة وأجبره يرجع بأمان. ما توقعت أبو الثراء يوصل لها المرحلة، ولسه ما استسلم. راح نهلككم زي ما نهلك الصراصير. رد عليه، أو هو جد أنتم ما تستاهلون حتى تتنفسوا نفس الهواء مع البشر. ما تبي تتنفس معانا؟ خلاص لا تتنفس. أول ما قالها حس بخنقة قوية. كلامه أغضب إيسمي جدا وكانت ناوية تعاقبه، بس الفريق وقفها وقال لها تركز على الصورة الكبيرة. الحمد لله إيسمي عرفت التوقيت، وبعد ما خلى أبو الثراء يتنفس شوي قامت. يا جماعة الحلوين، بالبداية السلام عليكم، أنا فرانا كلين، لازم أغير فريق الحماية حقي. طبعا يا سيدي فرانا كلين. بعدها ناس تلبسوا زي الحراس الخاصين ونجحوا يتسلوا لقمة القمة عشان يجهزوا لعبة القبض على المجرمين. لازم يمسكوا الملك. دين فتح بوابة الفضاء إكليبس واثنين غيرهم تقدموا في المقدمة. بولاريس كان مسؤول عن تشويش الإشارات. فجأة جوالات كل المشاركين تحولت لقطع خردة. على جنب إكليبس لما شافوا بولاريس نجحت بدأوا يتحركوا فورا. ثاندربيرد شغل الحساسات، عرف ان دكتور كامبل رايح للطابق الثالث. وصلوا بسرعة عند باب المصعد ونصبوا كمين. لما دكتور كامبل طلع من المصعد إكليبس شغل قوته الخارقة وعماه عيون الكل. بس مش معقول، بينهم كان في واحد عنده قوة خارقة قاطع سحر إكليبس. الحمد لله ثاندربيرد كان سريع وخلص حراس دكتور كامبل. الحين بس باقي دكتور كامبل. بس يا إلهي، كان وقح لدرجة إنه استعمل طفل كدرع بشري. إكليبس صار في موقف صعب، ما يقدر يهاجم ولا يقدر يسكت، بس قدر يشوفه يرجع للمصعد. اضربني يا بطل، ولد الشمس قال وهو يتفرج على البت المالكي يطير بعيد. إكليبس كان متوتر وغاضب، وفجأة من وراهم طلعوا 3 حراس مسلحين، ما قالوا كلمة وضربوا على الطول. ثاندربيرد وهو يحمى بلين بجسمه ما قدر يتفادى الضربة. بس كذا الاستراتيجية مش طويلة المدة، عضطروا ينسحبوا. بس الشرطة ما كانت سهلة، شافوا إنهم يقتربوا أكثر. بولاريس تدخل. في النهاية نجحوا ويهربوا ويرجعوا بسلام لبيوتهم، بس بولاريس زادت قلق.
هي عارفة تماما كيف يعامل المتحولين بقسوة. الحين حتى ما تقدر تحمي نفسها، فكيف بتربي طفلا؟ لو كل الناس طيبت زي إكليبس بس بيأخذوا المتحولين على الغفلة، قررت تستخدم طريقتها تبني عالم أحسن، عالم ما يحتاج الناس تهرب يمين وشمال. فذهبت لوحدها لمطار دكتور كامل الخاصن ناوية تسبب حادث طيران. الحين بولاريس تحولت للشر، حتى لو ربنا نزل ما راح يغير قرارها. حبيبي نحن بس نبي نحكي معاك، ما في شيء لازم تسوي كده، بالله لا تجي هنا، ممنوع. هدي أعصابك، اسمعني دايما في حل ثاني. أنا ما يهمني سمان ولا أخوة المتحولين، يهمني عائلتي وأنت بعد. بس زهقت من الهروب، حان وقت نفتح عالم جديد. لا لونا أتوسلك، أنا قائد الطيارة، يرجى ربط الحزام. المحرك فيه مشكلة، نجهز لهبوط طارئ. لا تسوي كده. إكليبس رفعت راسها ثاني، ولكت بولاريس اختفت. بالمقابل قاعدة المتحولين التطوقت من منظومة سينتين. لحسن الحظ تلاميذ بولاريس كلهم عندهم مهارات خارقة، استخدموا قواهم لإيقاف هجوم العدو مؤقتا، وأخذوا وقت ثمين لانسحاب الجيش الكبير. بس مش متوقعين إن العدو كمان عنده متحولين، بضربة وحد قضوا على الكل بسهولة. واضح إنهم كلهم إنتاج خطة إتشاش، الكل عرف إنهم ما يقدرون يقاتلوا فانسحبوا فورا. آندي ولورين بقوا للخلف ماسكين بعض، ويدهم الثانية تطلع ضوء أصفر قوي يخلي أي حد يوقف. بس العدو ما رجع، بالعكس تقدم، لأنهم ما يعرفوا معنى الموت. ومع ضوء الصفر اللي طلع، القاعدة كلها بدأت تنهار وتصير لا شيء. ما عدا أختين، ما في 11، مش معقول. إكليبس تعب عليها كتير وصارت في حالة بين الحياة والموت، وهم يفكروا الخطوة الجاية وين يروحوا. بولاريس بعد تحولها للشر ظهرت، دعت الجميع يبنوا عالم جديد معها. إكليبس ما وافقت وكانت أول من رفض. بولاريس ما ضغطت، كل واحد هرب رأيه. بس المفاجأة إن آندي اختار يقف معها، وبعدها انضم له 3 أشخاص اللي اسموه الاختلاف. مس يعني الأعداء يمكن يكون أفضل حل، ينقسموا نصين ويعيشوا